هل في فرق بين الدواء ابو 200 جنيه ونفس الدواء ابو 100 جنيه او ب 50 جنيه؟ في الحقيقه انا عايز اقول لك ان مفيش فرق بشكل كبير جدا. استدعي انك انت تدفع 200 جنيه في حاجه ممكن تجيبها ب 50 جنيه. طيب بص يا سيدي، الدواء اي دواء طبعا بيكون ليه اول شركه منتجه ليه، او اول حد اكتشفه. الحد ده صرف مثلا هنقول 50 مليون جنيه علشان للعلماء والابحاث والادوات عشان يوصل للدواء ده في النهايه، والتجارب والمرضى وحاجات كتير جدا علشان يقدر ان هو يطلع لك في الاخر دواء زي مثلا البنادول. طبعا بعد 5 سنين الشركات يحق لها ان هي تاخد نفس تركيبة البنادول وتعملها. طيب هل هيعملها البنادول ابو 100 جنيه مثلا؟ هل نفس الشركات التانية هتروح تعمله ب 100 جنيه؟ لا طبعا، يبقوا غلطانين وهبل. فهيروح يعملوا ب 50 جنيه ليه؟ اولا عشان ينافس، مش هتنافس البنادول الا اذا كنت ارخص منه. طيب تاني حاجة، الشركة الام دي برضو اللي اخترعت البنادول صرفت عليه، بتصرف على شكل العلبة، بتصرف على تحديث الدواء. انما الشركة التانية هي مجرد شركة خلاص خدت البنادول عملته باسم برامول، باراستامول، سيفامول، ايا كان بقى اسمه، وعملته بسعر. وتيجي شركة تانية عايزة برضو تنافس، فلقت ان البنادول ب100 البرامول ب50. طب ما احنا هنبقى ب40، احنا هننافس ازاي والناس هتشتري من عندنا ازاي؟ فكل الحكاية انت حرام انك مثلا، او مش بالذكاء انك تروح تجيب دواء ب 200 300 جنيه وموجود منه نفس الدواء ب 50 60 جنيه. دي كانت حلقه النهارده، حلقه بسيطه اتكلمنا فيها عن موضوع بسيط، بس طبعا ناس كتير مش فاهماه كويس. اتمنى ان انا اكون وضحت لكم، يا ريت تكونوا استفدتم. لايك للفيديو، اشترك في القناه، واشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.